السميلدون كان عنده أنياب طولها أكتر من 20 سنتيمتر، بس الغريب إنه ما كانش بيستخدمها في القتل زي الأسود. العلماء اكتشفوا إنه كان بيمسك الفريسة بإيديه الأماميتين القويين جدا ويعضها عضة واحدة بس في العنق بتمزق الأوعية الدموية تماما. بس الغريب إن العضة دي كانت دقيقة جدا كأنها عملية جراحية. يعني الحيوان ده ما كانش مفترس غشيم، لكن كان صياد ذكي بيحسب كل خطوة. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش تعمل لايك لأن ده بيساعد في انتشار الفيديو. في معارك السيطرة على الأرض أو الفريسة، السميلدون كان بيعمل حاجة مرعبة جدا. كان بيقف على رجله الخلفية ويرفع جسمه بالكامل ويضرب الفريسة بدراعين أقوى من دراع أي حيوان بري عاش من بعده، وفي لحظات كان بيكسر العمود الفقري لخصمه من ضربة واحدة. وفي آثار على جماجم بعض الحيوانات بتدل إن السميلدون كان بيهاجم من فوق الصخور، يقفز فجأة زي نمر الأشباح ويختفي تاني في الضباب. اللي اكتشفوا العلماء من الحفريات أغرب من الخيال. كان ساعات ما ياكلش الفريسة على طول، كان يسحبها لمكان مظلم ويستنى ساعات كأنه بيستمتع بالخوف اللي كان بيسببه للفريسة قبل ما يبدأ الأكل. وساعات كانوا بيلاقوا عظام فريسة مكسرة بطريقة تدل إنه كان بيلعب بيها قبل الأكل. ولما بدأ العصر الجليدي يخلص، الحيوانات اللي كان بيصطادها اختفت. لكن الغريب إن بعض الكهوف اللي اتفتحت مؤخراً في أمريكا الجنوبية فيها آثار أقدام تشبه السميلدون لكنها حديثة جداً. هل ممكن في نسل منه لسه عايش؟ ولا ده مجرد لغز من أزمنة ما قبل التاريخ؟ أشوفكم الفيديو الجاي.